السلام عليكم ورحمة الله مرة أخرى يا شباب. المقاتل المغربي زكريا العمري يقدم أفضل نزال له في أقوى منظمة قتالية الوان تشامبيون. هذا المقاتل في هذه الليلة بالضبط أمتع الآلاف من الجماهير. وقبل أن نرى ما الذي فعله زكريا أتمنى منكم أن تدعمونا بالضغط على زر الإعجاب والاشتراك في القناة. وفي نهاية المقطع سوف أتكلم عن بعض التفاصيل تخص زكريا وأتمنى أن تصله الرسالة. والآن فلنبدأ المقطع على بركة الله. سيبدأ النزال الآن. زكريا يا شباب هو أبو الشعر الأصفر. ركلات سفلية رائعة حتى الآن من زكريا. ركلة قوية من التايلاندي تونغ بون. يا أخي لا أسماء عندهم. خطاف رائع. زكريا جيد في اللكمات والتفادي يعني وإبقاء الخصم على مسافة جيدة. رائع رائع. زكريا يدافع عن نفسه بإلقاء لكمات تدميرية، لكن هذا التايلاندي كأنه يعني أستاذ شاولين يتلقى اللكمات ولا يتضرر أبدا. يدعوه إلى النزال. زكريا يلقي لكمات تدميرية. يلقي على اللكمات. سلم عليه وسط النزال هذا. الجولة الأخيرة. ما هذه الثقة يا زكريا؟ لا تقوم بهذه الحركة أبدا صراحة، لا يجب أن تقوم بهذه الحركة. يلا يا زكريا. يا الله. يتحدى إلى معركة طاحنة. الآن المغربي يتلقى اللكمات. حرب طاحنة ما بين الاثنان، حرب على قدرة التحمل. من سيسقط أولا؟ لكمات تدميرية يا شباب، لكمات تدميرية، لكن تايلاندي كما قلت يا أخي أي قدرة تحمل لدى هذا الوحش. اصطاده بخطاف يساري. يجب على زكريا أن يرفع يده. جنون يا أخي في الجولة الثالثة، جنون. وواضح بأن النزال سوف يكون لصالح المغربي.
زكريا فاز، وكان واضح جدا بأنه هو الفائز في هذه المعركة، لأنه اصطاد خصمه التايلاندي بعدة لكمات وركلات، وكان جد ذكي في البدايات، لكن بعدها في الجولة الثالثة بدأ يقوم بحركات ليست في صالحه. كان بإمكان التايلاندي أن يسقطه وينزع منه هذا الفوز. ورغم هذا الفوز الجيد يا شباب، إلا أنه يؤسفني بأن أقول لكم بأن هذا الفوز الوحيد عند هذا المغربي، وانهزم في بقية نزالاته بالضربات القاضية. لماذا؟ لأن زكريا يحب أن يهاجم أكثر، وأيضا من النوع الذي يرغب بأن يمتع المشاهدين ويخلق لهم دراما، وهذا هو السبب في سقوطه المتكرر. وأتمنى مستقبلا أن أرى زكريا أكثر حيطة ويقدم نزالات بعقلانية أكثر وينضبط في تدريباته. وأنتم ما هي الرسالة التي ترغبون بأن توصلوها إلى زكريا؟ اكتبوها في التعليقات، وإن شاء الله يصل له هذا المقطع. كان معكم أخوكم محمد المحسيني من قناتكم توري، والسلام عليكم ورحمة الله. وهذا النزال جمع ما بين المغربي عبد القادر الترزاتي والأسطورة رامون ديكر. وكما تعلمون رامون ديكر مقاتل خطير وسحق العديد من المقاتلين بالضربات القاضية، وفي معظم نزالاته كان هو المسيطر، إلا وكما معلوم المغاربة ما كيتفكوش. هذا هو المغربي عبد القادر، وهذا هو الأسطورة رامون ديكر. بداية النزال. يا أخي من البداية بدأوا بالقصف. يا الله يا أخي، هؤلاء لا يعرفون الجولة الأولى. سنبدأ يعني رويدا رويدا. أوه ماي جاد. مغربي ضربه بفرونت كيك. المغربي يتلقى اللكمات ومن ثم يدخل إليه، لا يهتم. المغاربة لا يتراجعون، لكن رامون ديكر صراحة أسطورة، مرعب. ركلة والرد من المغربي. الاثنان رهيبين صراحة. لكمات. لو كيك رهيبة من رامون. انظر كيف يحرك عيناه رامون، ينظر في كل الأماكن. يعني يقول لا، يعني ها أنا قد سقطت بالقاضية. في آخر ثانية ضغط مغربي رهيب. أخي انظر الخطاف اليساري، دخل إلى وجهه، الرجل لا يتحرك. انظر خطاف ثاني. رامون ديكر ليجندري صراحة، يعني الجولة الثانية الآن. حتى عبد القادر ما شاء الله عليه لديه قدرات جيدة صراحة، يلاكم بشكل جيد، لا يعطي ثغرات لرامون، دفاع جيد صراحة. ركلة سفلية.